لم تكن تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع الإعلام حول صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات مجرد إعلان اقتصادي عابر، بل كانت كشفا مباشرا عن معركة سيادة تخوضها الجزائر ضد محاولات خفية ومعلنة لإعاقة صعودها الاقتصادي وإبقائها رهينة لمعادلات قديمة لم تعد قائمة. الحقيقة تقال بلوغ صادرات الجزائر خارج المحروقات سقف 5 مليارات دولار ليس رقما عاديا في دفاتر الاقتصاد، بل هو زلزال هادئ في منظومة المصالح التي اعتادت رؤية الجزائر دولة مستهلكة لا منتجة وسوقا مفتوحا لا شريكا متكافئا. إنه إعلان واضح بأن الجزائر بدأت فعلا كسر الحلقة التاريخية للارتهان للنفط والانتقال إلى اقتصاد متنوع يفرض نفسه على الخارطة الدولية. لكن هذا التحول لم يمر دون مقاومة، فكل خطوة جزائرية نحو الاستقلال الاقتصادي تقابلها كما يبدو ردود فعل عصبية من باريس. فحسب تصريحات رئيس الجمهورية تواجه الجزائر حربا اقتصادية خفية تدار عبر أدوات الحصص التجارية والمعارك التقنية والضغوط السياسية، وتستهدف بالدرجة الأولى صادراتها خاصة في قطاع الحديد نحو السوق الأوروبية. وهنا الأسئلة تفرض نفسها: كيف يمكن تفسير أن تمنح أوروبا الجزائر حصص تصديرية محدودة تستهلك خلال أيام قليلة، بينما تستحوذ أوروبا على نحو 85% من واردات الجزائر؟ أي شراكة هذه التي تقوم على مبدأ غير معلن؟ أوروبا تبيع بلا قيود والجزائر تقيد صادراتها بسلاسل من الشروط والعراقيل. عندما طالبت الجزائر بإعادة التفاوض حول قواعد التبادل التجاري لم تكن تبحث عن امتيازات، بل عن حد أدنى من العدالة الاقتصادية، غير أن المفاوضات اصطدمت بعقبة واحدة واضحة: دولة أوروبية وحيدة قررت تعطيل التوافق الجماعي وتحويل الاتحاد الأوروبي إلى منصة ضغط ضد الجزائر. لم يذكر الاسم، لكنه معروف: إنها فرنسا التي لم تتخلى يوما عن عقلية الوصاية ولم تستوعب بعد أن زمن الهيمنة قد انتهى. دعونا نذكر أن ما تقوم به فرنسا اليوم ليس جديدا ولا مفاجئا، بل هو امتداد طبيعي لسلوك تاريخي طويل اتجاه الجزائر. فحين خرجت فرنسا من الجزائر تحت ضغط الثورة لم تترك دولة صناعية ولا اقتصادا وطنيا متماسكا، بل تركت فراغا إنتاجيا شبه كامل وأبقت على مصانع الخمور، وكأنها أرادت للجزائر اقتصادا تابعا بلا قاعدة صناعية حقيقية. ثم جاءت المفارقة الأكبر، والتي ذكرها بالمناسبة الرئيس عبد المجيد تبون في تصريحاته: حين حاولت الجزائر الاستفادة من تلك المصانع المحدودة سارعت فرنسا إلى مقاطعة الخمور الجزائرية في محاولة لخنق أي مصدر دخل مستقل. عندها رد الرئيس الراحل هواري بومدين بقرار سيادي حاسم بتفكيك مصانع الخمور وتحويل زراعة العنب إلى زراعة الحبوب، في خطوة لم تكن اقتصادية فقط بل كانت إعلانا صريحا عن بداية مشروع التحرر الاقتصادي. اليوم تعود فرنسا إلى الأسلوب نفسه، ولكن بأدوات أكثر دهاء وأقل صراحة. لم تعد تستخدم المقاطعة المباشرة بل تلجأ إلى التلاعب بالحصص وعرقلة الاتفاقيات وتحريض الشركاء الأوروبيين في محاولة واضحة للي ذراع الجزائر ومنعها من تثبيت موقعها كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة المتوسطية. هل ما أريد قوله اليوم وما يجب فهمه هو أن الصراع لم يعد حول الحديد أو الحبوب، بل حول سؤال جوهري: هل يسمح للجزائر بأن تصبح اقتصادا منتجا وقادرا على المنافسة، أم يجب أن تبقى مجرد سوق استهلاكية للمنتجات الأوروبية ومصدرا خاما للطاقة؟ الجزائر التي حققت قفزة نوعية
في صادراتها خارج المحروقات، تجد نفسها اليوم أمام معركة حقيقية، ليس فقط للدفاع عن أرقام اقتصادية بل للدفاع عن حقها في السيادة الاقتصادية. فالمعركة ليست تجارية بل سياسية بامتياز، لأنها تتعلق بمن يملك القرار ومن يحدد قواعد اللعبة. وفي هذا السياق جاءت رسالة رئيس الجمهورية واضحة وحاسمة: الجزائر لم تعد تلك الدولة التي يمكن إخضاعها عبر الضغوط الاقتصادية أو المناورات السياسية. فالتاريخ أثبت أن كل محاولة لخنقها كانت دائما مقدمة لمرحلة جديدة من الصعود، وأن كل محاولة للي ذراعها كانت تنتهي بتعزيز إرادتها في الاستقلال. اليوم لم تعد الجزائر تطلب الإذن للدخول إلى الأسواق، بل تفرض نفسها كفاعل اقتصادي لا يمكن تجاهله. وما لم تدركه فرنسا بعد هو أن زمن التحكم في مسار الجزائر قد انتهى، وأن معركة السيادة الاقتصادية التي بدأت بالأمس لن تنتهي إلا بتكريس واقع جديد: جزائر مستقلة في قرارها، قوية في اقتصادها، وغير قابلة للابتزاز. إلى اللقاء.